بسم الله الرحمن الرحيم. وما زلنا مستمرين في أصداء وأجواء مباراة السوبر، بس المرة دي هلعب معاكم لعبة خطرة، وأنا عارف ومتأكد إن اللعبة دي هتقلب عليا ناس كتيرة، بس قررت أخوض هذه المغامرة مع الأهلاوية ومع الزملكاوية. بص، مباراة السوبر دي طلع بعديها مجموعة أحكام كده أغلب الجمهور متفق عليها، ده عبقري، ده فاشل، ده ملوش حل، ده ملوش لازمة، واحكام الاغلب متفق عليها. انا جمعتهم تقريبا هم 10 احكام. هلعب معاكم لعبه اشبه بفكره التوقعات، هناخد كل حكم فيهم وهو من وجهه نظري المتواضعه. هذا الحكم حقيقه ولا اي كلام؟ حقيقه يعني بعد فترات طويله هيكمل ويستمر، ولا هيطلع اي كلام ورغم الناس كلها متفقه عليه هيحصل العكس والناس كلها تغير رأيها؟ وعاوز كمان وانتوا كمان بتتفرجوا على الحلقة كل واحد يسجل كده برضه وجهة نظره حقيقي ولا اي كلام، وهنجمعهم في الاخر، وبعد كام شهر او في نهاية الموسم هنرجع لها وهشوف انا من وجهة نظري وانت كمان كل واحد توقع كام واحدة صح. طبعا الله اعلم بالغيب، ولكنها بناء على وجهة نظر فنية وسنس فني. هقول لك ال10 احكام الاول كده قبل ما نبدا الحلقه، بس قبل اي حاجه اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس، وكالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودائما ما ننساش ندعي لاخواتنا، وكمان يا في ناس بتقول لي ندعو طبعا بالرحمه لاحمد رفعت والكابتن ايهاب جلال والكل موتانا. الاحكام بص بسرعه. محمود بن تايك لاعب مميز، محمد الشناوي راحت عليه، حسام عبد المجيد اتطور بقى مدافع قوي، امام عاشور ضايع، جوميز عبقري، كولر تعبان، ميشيلاك صفقه تعبانه، يحيى عطية الله مقلب، عواد افضل من محمد صبحي، وناصر منسي مهاجم مميز بس كانت ناقصه الثقه. دول ال10 احكام، ونبدا كده في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. والحكم الاول، محمود بن تايك لاعب مميز. وجهة نظري ده حقيقة ولا أي كلام؟ وجهة نظري حقيقة، وأتوقع أن ممكن الفترات الجاية والقادمة يبقى يعني اللي اتقال عليه في مباراة السوبر مش مجرد إنها فكرة كلام اتقال عشان فوز، لا، ممكن يبقى بعد كده مؤثر وفي إشادة أكتر. رغم إنه وأنا حتى في حلقة تقييمه أنا قلت هو مجهول بالنسبة لي. ليه بقى؟ وكان في تشكك في حاجة، إيه؟ ان مسيرته هي مش مميزه قوي، يعني خرج بمستويات قليله مع الرجاء، ما قعدش مثلا مواسم كتيره معاه، ثم تجربه في اوروبا ما كانتش ناجحه، فده شككك. بس قلت في نفس الوقت وقتها، قلت انا شايف عنده حاجات مميزه، الحاجات دي لو عارف يعملها انا ممكن وجهه نظري تتغير فيه. هو جزء من الحاجات دي عملها في ماتش السوبر، فاداني الحته والحكم ده. فكره ايه؟ انطلاقته لقدام، اقدامه، قوته، شخص، جرأته، الحته دي فيظهرها في اول ماتش، فممكن يديني احساس ان والله اعلم طبعا يعني ان ده هيبقى حقيقه، وان ممكن فاهم محمود بن تايك يكون من اللعيبه المميزه. الحكم الثاني، محمد الشناوي راحت عليه. هذا الحكم وجهه نظري حقيقه ولا اي كلام؟ رغم قناعاتي برضو وحبي لمحمد الشناوي، لكن ممكن اقول حقيقه. ليه بقى؟ مش عشان بس امكانيات، طبعا عاوز ناس وهي شغاله تسجل معانا كل واحد يسجل حقيقه ولا اي كلام، وفي الاخر في كومنتات يقول لي قال كام واحده حقيقه وكام واحده اي كلام. مش عشان بس مستوى محمد الشناوي، لا، عشان في مصطفى شوبير. عارف لو في اللي بره ده واحد عادي، حارس عادي، الشناوي كان هيريح شويه وتحتاج له فيرجع تاني، فهيبقى عنده الفرصه ان حتى يشم نفسه. بس في واحد قاعد له بره، واحد مميز. فمحمد الشناوي اتوقع ممكن لو كولر بقى عنده قناعه بمصطفى الشناوي، بمصطفى شوبير، وان الشناوي لازم يريح شويه مع تألق مصطفى شوبير، مع صغر سنه، مع كذا مع كذا، الشناوي ربما فرصته تبقى مش سهل الفترات الجايه، وممكن فعلا ان راحت عليه الشناوي ممكن تكون حقيقه، والله اعلم. الحكم الثالث، حسام عبد المجيد اتطور وبقى مدافع مميز. بالنسبه لي حقيقه ولا اي كلام؟ ده اي كلام. ليه بقى بقول كده؟ وانا مستغرب الصراحه كم اشادات مش في المباراه، وانا قلت في 90 دقيقه مميز الاشاده هنا، بس كم الاشاده اللي كانت خارج اطار المباراه كمان على مستواه بشكل عام. حسام مجيد مشكلته ان هو عنده مشكله في تركيبته البدنيه، وقدراته هتبقى مستمره معاه، يعني ملهاش علاقه بماتش. زي ما قلنا فكره هو تقيل، تريناته تقيله،
لما بياخد قرارات من مخه عقبال ما جسمه يترجمها ورجليه في بطء وتقل بتخلي اي مهاجم ممكن يقدر يسبقه. دي مشكله هتفضل عنده عامه مش هتتحل من ماتش واحد. وقلنا في ماتش الاهلي طبعا هو كان مسيطر على وسام، ايوه، بس يا جماعه لو بنتكلم فني والناس عارفه، وسام ابو علي كان معزول لوحده، كان بيستلم يستنى حد، مفيش حد بيسند معاه، كولر كان قاتل الهجوم قدام، فمش مقياس. وهتقول لي انت وعليك وبيك، ماشي يا عم الحاج. طيب فاكر ماتش الاهلي بتاع الدوري؟ فاكر سام مجيد عمل ماتش كويس وعمل تمريرات قطريه، والكلام وقتها انه بدا يشتغل مع شركات بتطور اداؤه بقى حاجه الشهاده فيه كانت مش طبيعيه. ثم بعدها شوف كلام الناس على حساب مجيد كان عامل ازاي واداؤه كان عامل ازاي. عشان طالع، عشان كده بقول لك مش حقيقه او وجهه نظري اي كلام، وان فترات والله اعلم فترات بعد كده جايه في مواجهات صعبه هتظهر ربما اخطاء لحساب مجيد، وهترجع الانتقادات ليه مره ثانيه، لان هي مشكله في امكانياته وقدراته اللي محتاجه. ما اعرفش الناحيه البدنيه ممكن تتطور بشكل عامل ازاي، قدراته مش هتتطور في يوم وليله او في ماتش واحد لظروف معينه في وجهه نظري، ده اي كلام. الحكم الرابع، امام عاشور ضايع. وجهه نظري ده حقيقه ولا اي كلام؟ ده حقيقه جدا جدا جدا، لان انا ده من الناس اللي كنت بتكلم عن النقط دي من اول موسم. يا جماعه بيدافعش، يا جماعه بيدافعش، يا جماعه بيكاس، يقول لك مش مشكله، يا جماعه اصل هو بيحط جنبه اكرم يا جماعه ما هو لازم يدافع، يا جماعه في ثغره موجوده ورا، في ثغره في وسط الملعب، في ثغره باينه، بيضطر يسحب الدفاع وسط الملعب عشان يغطي، يا جماعه باينه جدا باينه جدا. فدي وجهه نظري حاجه مستمره من قبل كده. يعني هي حاجه فيها مثال كهربا كان واخد حصانه من جمهور الاهلي لما انتقل ليه، طبعا عشان جمهور الزمالك بيهاجموا كذا، واخد حصانه لو كان مثلا قلع هدومه في الملعب ما كانش حد يقدر يتكلم. شوف بعد كده كهربا رد فعل جمهور الاهلي، يا عم مش انت خنقتنا ليه؟ الحمايه بتبقى فتره مؤقته، عمرها بتكون دايما الاداء بس اللي بيكمل الحمايه. يمكن دي من احد دايما بقول الفروق بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. جمهور الاهلي بياع اكتر، يعني ايه؟ لو انت ما اديتنيش لو انت ابن النادي هبيعك في ثانيه. جمهور الزمالك عاطفي اكتر، ممكن تلاقي لاعب مخسره كل البطولات وبيحبه. طبعا هو دي لها ايجابيات وسلبيات، دي لها برضه سلبيات، يعني ما فيش حد فيهم هو الصح في المطلق، يعني دي ليها وعشان بس ما حدش بياخدها مقارنه، بس هي دي. فبالتالي ضايع، ايوه لو استمريت بنفس الشكل ونفس الاداء ضايع، ومهما كنت واخد من حمايه سوف تنتهي. الحكم الخامس، جوميز عبقري. وجهة نظري حقيقة ولا أي كلام؟ هو هنا مقسومه شقين. حد يقول لي بقول لك إيه ما تلفش وتدور وتهرب، قول حقيقة ولا أي كلام. شقين شق ياخدها الحقيقة، ممكن ياخدها الحقيقة، وشق هو بيؤكد إنها أي كلام. فأنا هقول لك إن أنا أختار أي كلام لحين إثبات حاجة معينة. إيه الشقين؟ رقم واحد الصفقات، ان في صفقات جايه جديده لسه ما دخلتش، فربما تكون من احد الحاجات اللي تغير الشكل فتخلي ان الكلام عن جوميز عبقري حقيقه. لكن تتكلم بدون النقطه دي كواقع واي كلام. ليه؟ طبعا عارف الناس، خلينا نتكلم يا جماعه كوره وتوقع، يعني طبعا انا عارف، بس يعني ما علينا. جوميز ماتش الاهلي والزمالك ده اثبت ان هو مش هيغير طريقته ومش هيغير افكاره، وهي ثابته، اسطمبه ثابته. وهو ده اللي بياخدني لفكره اي كلام، وان ممكن بعد كده هزايم او حاجه تحصل جمهور هينقلب على جوميز، وحصلت بعد ماتش الاهلي ونزلت بتاع الدوري وبعد الكونفدراليه وهكذا وكذا. لان اصلا طريقه جوميز هي فيها حته ناقصه، فيها حته عامله مشكله، فبالتالي استمراره عليها طبعا ممكن حد، وانا يعني متفاهم ومتقبل فكره ان المدرب اللي بيفوز اي حاجه بيعملها صح، والمدرب اللي بيخسر اي حاجه عاملها غلط، فبتحكم انه كمل بطريقته فاز على الاهلي فيبقى صح. مش مقياس خالص، بس ما علينا يعني. فانه يكمل بنفس طريقته انه ما غيرش، هي مصدره بعض المشاكل، فان معنى كانه هيكمل بيها، فان فوز ماتش على الاهلي مش مقياس، فهتظهر مشاكل تاني وتالت ورابع، فهتقلب الدنيا عليه. جزء حته صغيره منها مثلا فكر مثلا عبد الله السعيد مش كله قال لك يلعب شحاته لعب عبد الله وسعيد ناصر وفاز، هل معنى كده ان هي الفكره الافضل؟ مش شرط.
وانا جبت في اللقطات في حلقه تحليل ان الاهلي ازاي في الهجمه مرتده عنده كم مساحات في وسط الملعب عند الزمالك، بس الاهلي بطيء بشكل مش طبيعي، فمدي الفرصه للاعيبه الزمالك ما بتدافعش والبطيئه في الارتداد ترتد بسرعه وتقفل، فدي ما اظهرتش المشكله الموجوده، بس مش معنى كده انها مش موجوده. فهي دي النقطه، فاستمراره بنفس الطريقه يعني معناها استمرار نفس المشاكل، فلو ما ظهرتش هنا هتظهر في ماتشات تانية الا اذا كانت الصفقات الجديده تغير الشكل وتخلي انها حقيقه فعلا. ولكن حتى هذه اللحظه بالنسبه لي اي كلام. الحكم السادس، مش عارف نسيت العد، الحكم السادس. ويا جماعه الناس اللي بتتفرج علينا لو لسه ما عملتش لايك، اتمنى افكر الناس تعمل لايك الحلقه دلوقتي واحنا بنتفرج دلوقتي، يعني ايه بتفرق جدا، ساعدنا في ان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس. الحقيقه السادسه او الحكم السادس، كولر مدرب تعبان. طبعا ده حقيقه ولا اي كلام؟ ده اي كلام، اي كلام ومجرد احكام انفعاليه بلهاش اي اساس ولا اي حتى هيستوري فيما يتعلق بالبطولات اللي عملها كولر. جوارديولا طبعا هو فشل في المباراه كاداره، طبعا جوارديولا فشل، مورينيو فشل، هم فاشلين اكيد لا. فكولر تعرض للمواقف دي رايح جاي مع خساره بطوله، لان جمهور الاهلي مش بالسهل انه يخسر بطوله، وبالاخص هو شايف ان كولر ومع الفرقه والدنيا ماشيه حلو، وان الفرقه يعني بقى لها كام سنه مسيطره، ففكره خساره بطوله بيهد الدنيا، بس مع اول هدوء بيهدى. طبعا انا هنا بخاطب جمهور الاهلي، هو اللي بيقول مثلا او جزء منه انتقادات او حتى خارج جمهور الاهلي، مجرد فوز مجرد بطوله بيهدى تماما. وعملها كولر قبل كده وكان عنده القدره انه يرجع، وخساره السوبر الافريقي الموسم اللي فات في بدايته وكانت الدنيا مش افضل حاجه، وخساره الدوري الافريقي من سان داونز ومش افضل حاجه، ثم دوري الابطال والدوري والدنيا هدت تماما ونسيت كل حاجه. فكولر عمل كتير وادى كتير ومدرب كبير، وانا ما بغيرش رايي من 90 دقيقه، بالنسبه لي ده اي كلام. الحكم السابع، ميشيلاك صفقه تعبانه. ده انا شفت بقى زملكاويه بداوا يحكموا حقيقة ولا اي كلام. هنا ما عندناش حاجه ارضيه ممكن نبني عليها، بس هو لمجرد الحكم على لاعب في اي كلام من غير ما افكر، انا مش عارف هو يبقى ايه، بس انك تحكم على ميشيلاك نزل وفي وقت هو الاهلي متراجع وبيدافع، اصلا نزل في وقت انا شايف مش مناسب، وهو بتاع سرعته مساحه، فلا الدنيا مقفوله، فلسه بسم الله الرحمن الرحيم عاوز ياخد له كام انطلاق، ياخد السرعه، ما ياخد الثقه، ما لقاش المساحه عشان ياخد انطلاقات، فالدنيا وقفت معاه، قال لك ده شكله مش قد كده. لكن بنتايك ملوش حل ونصر مع انه لسه برضه في الاول. يعني طب ليه تعال واحد توقع التاني، هو لازم كله ينزل يطلع نار من بقه؟ مش شرط. فهنشوف ايه اللي هيحصل لميشيلاك، يعني ما اعرفش انا. وانا طبعا رايي في حاله تقييم لما كان صفقه هو وكان مودو بارو، انا قلت يعني الزمالك محتاج كواليتي اعلى من الاثنين، يعني لو عليا لا ما هختار حد تاني، عاوز جناح بمواصفات يعني مهاره شويه، ولكن قلت على هو ارحم من مودو بارو، ولكن لمجرد ان اول ماتش ده اي كلام. الحكم الثامن، الثامن ولا كام؟ تعال نبص كده. الحكم الثامن، الحكم الثامن يحيى عطية الله لاعب مقلب، وده انا شفت كمان من بعض الاهلاويه وكانوا متضايقين. طبعا ده حقيقه ولا اي كلام؟ ده اي كلام، اي كلام قوي. وهتشوف والله اعلم الكلام هيتغير عطية الله بعد كده، ربما يتالق والكلام يتغير، وربما ما تجددش معلول وتمشي معلول وتشتري عقد يحيى عطية الله. طبعا فكره الخطا اللي عمله في الهدف قاتل، بس ده مش علاقه بالمستوى. ممكن واحد يبقى رونالدو في نفسه، رونالدو لو جه وعمل كرة فيها استهبال هيدخل الهدف في فريقه بسببه، ده ملوش علاقه بامكانياته. عطية الله لاعب متجرب ومتشاف، ومع الوداد وسنين وبطولات، ومع منتخب مغرب في كاس العالم، شاف كتير ولاعب تقيل، يعني برضه ينجح او لا فكره يعني تاقلمه او لا دي قصه ثانيه، بس هو كامكانيات او لا حاجه ثانيه. بس طبعا الناس القلب على طول، جورماهيا لعيب ملوش حل هنا، لاعب مقلب. ويمكن حتى البعض حتى وجات لي كتير قوي يقول لي ايه ليه عمال بتشيد بيها، مع اني ما شيتش قوي يعني ما لحقتش اعمل حاجه، بتشيد بيها عطية الله وبنتايج بتقول نستنى ونشوف، لان بنتايج مجهول بالنسبه لنا. هو انت ما شفتوش، ده واحد مجهول مجرد لعب موسم مع الرجاء انت ما شفتوش، لكن فعايزين نستنى عشان نتفرج عليه، مش مين افضل ومين احسن، ولا حتى فكره ان حد يقول لك اخد عليه افضل باك شمال في الدوري، ما مش مقياس برضو. فكره اختيار حد في موسم مش ده التقييم العام، وانت عارف ان الكوره مش كده. بس هي هتطلع عشنا معاه سنين وشفناه بعينينا وعارفين امكانياته، فانا بالنسبه لي ده اي كلام، واتوقع ممكن
اتوقع تألقه، مش عارف ليه عندي سنس توهجه كمان بشكل كبير، والله اعلم. الحكم التاسع، محمد عواد افضل من محمد صبحي، حقيقه ولا اي كلام؟ وجهه نظري ده اي كلام، والكلام هيتغير بعد كده، وده حصل، ودي المشكله في الزمالك، مش مشكله عند الجمهور او اللي بيقيم، هو غصب عنه محتار. محمد صبحي وعواد محدش قادر يديك انه الحارس اللي تمسك فيه وتحضنه وتبوسه انت الحارس الاساسي، فتبوس ده شويه وبعد كده ترميه وتبوس ده شويه، ده يطلع عينيك تروح تبوس ده شويه، ده يقرفك تروح تبوس ده شويه، مش عارف تستقر على مين، لان محدش قادر يقدم لك في كل ما واحد يقدم حته حلوه تمسك تقول بس هو احسن هنا، كمان ماتش جاي عامل مشاكل تقول امشي يا عم هات اللي بعديه، وتفضل في الحيره المستمره. محمد عواد في الماتش يعني زي ما قلنا ما وصلش ليه حاجه ممكن، او حتى عارف خد بالك تقييم الحراس بشكل عام مش فكره هو صد كام لقطه او في ماتش، هو الحارس انه على فتره طويله معدل اخطائه قد ايه، على فترات متباعده ولا قريبه، هو ده. ممكن حارس في ماتش عمال يشيل كور مالهاش حل، بس على مثلا مدى 10 ماتشات جايين غلط كذا مره وبقى عامل لي ازمه، هي تقيم كده، وفي الماتش ما كانش في حاجه واو قوي او عاليه، وضربات الجزاء دي قصه بيبقى لها قصه مختلفه وعواد مميز فيها، لكن ما اعتقدش ان في حاجه اتغيرت في محمد عواد. وبقول كده ليه؟ بناء ان محمد عواد بقاله سنين في الزمالك ومع حراس كتيره مع جنش وجبل وصبحي ومش قادر يمسك في مكان اساسي فيهم، وهو محمد عواد مش صغير، فما اتوقعش ان ممكن تحصل، والله اعلم، فتوقع ان ممكن يطلع اي كلام. الحكم العاشر والاخير، ناصر منسي مهاجم مميز بس ناقص الثقه، حقيقه ولا اي كلام؟ تقديرا واحتراما لهذا الرجل، هو غلبان ومحترم ومن حقه يفرح، بس ده اي كلام بالثلث بالقوي. وانا شفت بنفسي ناس بدات تطلع نظريات، طبعا بص الفوز ده ابن لذينه والكره بنت لذينه لا فيها منطق ولا حاجه، بدات تطلع نظريات الناصر المنسي مش وحش قوي زي ما كنا، اصل هو لما عارف لما تحب تبص على نص الكوبايه مليان، او لما حد مش طايق تبص له على نص الكوبايه فاضي تقول انت وانت وانت وانت، فبداوا ويكمل معانا. طيب بس يا جماعه صعب طبعا، ده اي كلام. ناصر منسي بعيد كل البعد عن امكانيات الزمالك، بعيد خالص امكانيات الزمالك، دي حاجه اي حد بيتفرج على كوره بشويه رزانه هيقراها، ومش من الزمالك، من قبل الزمالك، ودي وجهه نظري. تقيل بطيء مش مناسب لريتم فرقه زي الزمالك، ما هوش قناص على المرمى يعني، وفكره انه سجل هدف في الاهلي هو في الاول وفي الاخر هدف عادي يعني، ما هو برضه بيلعب مهاجم، وانا مش جايب واحد بيلعب تنس، بيلعب مهاجم فسجل جول، بس هو عشان حجم الجون طبعا حجم الجون وتاثيره ملوش حل، فهو ده اللي خلى القصه تروح في حته ثانيه. بس انا اعتقد ناصر منسي ملوش مكان في الزمالك، وهيلعب وهيضيع والناس هتقلب عليه، وممكن يبقى مصلحته انه يمشي دلوقتي وهو محافظ على الشكل ده، ربما اللي قدمه ده يكون سبب بعد كده انه يشتغل في الزمالك وفي قناه عارف يبقى محسوب على الزمالك، لكن ربما لو كمل لاعب يبوظ اللي هو كل اللي عمله. وده كان اخر حكم معانا قلت فيها وجهه نظري المتواضعه، وعاوز كل واحد يكتب لي في الكومنتات لما اخلص بقى كام واحده او ايه اللي اختاروا حقيقه واللي اختاروا اي كلام. والسؤال بالنسبه لك في الاخر، ايه النقطه او النقطتين او ال10 نقط اللي انت مختلف معايا فيهم، ومختلف ليه؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.